زوار القناة السلام عليكم، تحية واحترام لمشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد، والذي سنتحدث فيه على السريع وباختصار شديد كذلك عن أداء المنتخب المغربي ضد المنتخب الكرواتي. في البداية دخل وليد الركراكي بالتشكيلة المعهودة، في حراسة المرمى ياسين بونو، الأروقة أشرف حكيمي ونصير مزراوي، كقلوب دفاع غانم سايس ونايف أقرد، في الارتكاز سفيان أمرابط بمساعدة سليم أملاح وعز الدين أناحي، في الجناح الأيمن حكيم زياش، في الجناح الايسر سفيان بوفال، وفي الهجوم يوسف نصيري. طبعا في الشوط الاول المنتخب المغربي لعب بتحفظ كبير، ونفس الشيء ينطبق على المنتخب الكرواتي، ما يدل على ان المعركه ستكون تكتيكيه بامتياز بين المدربين داليتش ووليد الركراكي. اسود الاطلس اعتمدوا على الرواق الايمن المكون من الثنائي حكيم زياش واشرف حكيمي، حيث اكثر الكرات الخطيره كانت تاتي من هذه الجهه، بينما المنتخب الكرواتي اعتمد على الثلاثي مودريتش كوفاسيتش وبروزوفيتش لفك شفرات دفاعات المنتخب المغربي. لكن وقوف أسود الأطلس كمنظومة دفاعية واحدة استطاعت كبح قوات الكروات رغم المحاولات الخطيرة قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني فطن المدرب داليتش بأن خطورة المنتخب المغربي تأتي عن طريق حكيم زياش، ونجح في تكبيل عرضيات حكيم. ونفس الشيء بالنسبة لوليد الركراكي، قيد وسط الميدان المنتخب المغربي بأدوار دفاعية محضة، ما جعل الثلاثي المعروف بروزوفيتش كوفاسيتش ومودريتش يغيبون عن أدائهم ومستواهم المعهود. وبخروج نصير مزراوي بسبب الإصابة ودخول عطية الله، استمر العمل كمنظومة واحدة، ويحسب للركراكي هذا التعادل الثمين خصوصا في بداية المشوار. صحيح كان هناك تسرع من بعض اللاعبين، صحيح كان هناك بعض الأخطاء على مستوى التمريرات، لكن الجميل لم نشاهد فوارق بين كرواتيا العاشرة عالميا والمنتخب المغربي. أتمنى أن تكون هذه المباراة مفتاح المشوار الجيد للمنتخب المغربي في هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم، وأتمنى كذلك أن يكون نسق تصاعدي لمباريات المنتخب وريتم المنتخب المغربي. وفي الختام اتركوا لنا ملاحظاتكم في صندوق التعليقات أسفل الفيديو، وشكرا لكم على المتابعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.